مساء الخير، معاكم محمد عجينة كوفاوندر ريبيكيا. الاسك بتاعنا 2.5 مليون جنيه. تعرفوا ان صناعة الملابس تاني اكتر صناعة في العالم تأثيرا سلبي على البيئة والمناخ. صناعة الملابس بتسبب اكتر من 10% من الاحتباس الحراري على مستوى العالم. كمان اكتر من 80% من الملابس والاقمشة المستعملة على مستوى العالم ما بيتمش الاستفادة منها، ودي طبعا قيمة اقتصادية كبيرة جدا مهدرة. ومن هنا جت ريبيكيا. احنا بنشتغل على حل اكتر من مشكلة. اول مشكله عدم الاستفاده اصلا من الملابس ديت او القائها او التخلص غير الامن منها، يعني قيمه اقتصاديه كبيره طبعا مهدره. كمان تاني حاجه ان التخلص غير الامن منها بيسبب تاثير كبير سلبي على البيئه، اما بالحرق او القائها مع باقي المخلفات، ودوت طبعا بيسبب مشكله في اعاده تدوير باقي المخلفات. كمان بنشتغل على حل مشكله حاليه متواجده عندنا، يعني هي ضعف القدره الشرائيه. احنا بنحل المشكله عن طريق سوليوشن، هو ابلكيشن موبايل يقدر من خلال اليوزر ان هو يستخدم الابلكيشن يستفيد من الملابس والاقمشه بتاعته، سواء بي تو سي او بي تو بي. بيستفيد عن طريق ان هو بياخد كوبونات خصم وفاوتشرز وهدايا. الابلكيشن بتاعنا انتجريتد بالجيمفيكيشن بوينتس، هو مكون من 3 نسخ، نسخه لليوزر ونسخه للهاندلر ونسخه للبارتنر. النسخ ديت بنقدر نستخدمها سواء يوزر في البيت ان هو يقدر يعمل اوردر، المندوب بيروح يستلمها منه، وبعد كده بيقدر ياخد البوينتس ديت يستخدمها في هدايا وخصومات على الابلكيشن. ماشي. الماركت سايز بتاعنا كبير جدا، بيوصل لاكثر من 200 مليار دولار على مستوى العالم، واكثر من 1.2 على مستوى مصر. الماركت سايز بتاع ايه؟ الماركت سايز اللي هو الاقمشه المستعمله او القديمه اللي هي او بواقي التصنيع من الاقمشه والملابس. احنا بنجو تو ماركت عن طريق الاونلاين والاوفلاين. اونلاين طبعا عن طريق السوشيال ميديا، سواء انستجرام، لينكد ان، فيسبوك. كمان عن طريق البارتنرشيبس والشراكات اللي احنا بنعملها. كمان بنجو تو ماركت عن طريق يعني الورد اوف ماوس مع الناس، ان هم بنعلق معاهم اكتر لما احنا بنوفر لهم احتياجاتهم على احتياجات الاسره كامله، يعني من الخصومات. الكومباتورز بتوعنا الدايركت كانوا الجمعيات الخيريه، ولكن قدرنا ان احنا نحولهم ان هم يكونوا معانا شركاء عن طريق ان احنا بنوفر لهم الكميات اللي هم محتاجينها من الملابس بكواليتي كويسه يقدروا يستخدموها، وكمان بنقدر نستلم منهم الكميات اللي هم مش محتاجينها عشان يعني الحاله بتاعتها مش افضل شيء. فبتبيع لهم ولا بتعملوا مقايضه؟ غالبا بتبقى يعني بنكستمايز الديلز، يعني في جمعيات بنستلم منها يعني بفلوس بنقدر نشتري منها اصلا الكميات اللي هم مش محتاجينها، وفي جمعيات بنعمل زي تبادل كده ان احنا بنوفر لهم كميات جديده وناخد الكميات القديمه، وبتعاملنا بالفعل مع بعض الجمعيات عندنا. الريفينيو موديل بتاعنا هو هو ان احنا بنبيع الملابس والاقمشه دي بالطن، سواء فابريكس بتكون سعرها من 5000 جنيه متوسط، والملابس بتكون من 30000 جنيه ل 100000 جنيه سعر الطن حسب الكواليتي طبعا بتاعته. كمان الابلكيشن بتاعنا بيكون فيه زي نوتيفيكيشنز، اعلان عن الشركاء بتوعنا اللي بيقدموا خصومات وهدايا وبيدعموا الاستدامه معانا للعملاء، يعني اللي بيعملوا معانا اوردرز. احنا الفتره اللي فاتت عملنا فاليديشن عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الاوفلاين كامبينز او الدايركت سيلز. كمان وصلنا لبعض الارقام، منها اكتر من 700 اوردر سواء ما بين بي تو سي وبي تو بي. البي تو سي طبعا هم البيوت اللي هم الامهات والشباب، والبي تو بي هو كان الجمعيات الخيريه، وكان كمان المصانع بواقي التصنيع بتاعتهم. حققنا ريفينيوز اكتر من 275,000 جنيه، واكتر من 70 بارتنرز بيقدموا خصومات وهدايا. والتراكشن ده كان في طنطا، بما ان احنا بادئين في طنطا. يعني الكميات اللي احنا جمعناها 16 طن، 13 طن من الفابريكس و6 طن من الملابس. فريقك فين؟ الفريق بتاعنا هنا موجود. محمد عجينة. بص، انا بصراحه شفت كذا حد قبل كده حاول يعمل الفكره دي، ولحد النهارده ما حدش نجح فيها. فهل انت عندك فكره الناس دي عملوا ايه، او ايه الفرق بين الطريقه اللي انتوا بتحاولوا تعملوا بيها المشروع ده وعن الناس الكتير اللي حاولوا يعملوا الفكره دي على مدار الكام سنه اللي فاتوا؟ واحنا مركزين اكتر على الجيمفيكيشن في الموضوع، ان احنا بنحاول نحفز الناس يعني باكتر من طريقه، ان هم بياخدوا الخصومات ديت بتكون على احتياجات الاسره بشكل مباشر، مختلف احتياجات الاسره يعني. تمام. بلس كمان ان القيمه بتاعه الخصومات ديت بتبقى معديه قيمه يعني الاوردر اللي هم عاملينه، يعني بما ان احنا بنكون عاملين شراكات بشكل مختلف يعني مع الشركاء اللي هم بيقدموا خصومات يعني. بص، انا الحاجه اللي هتقلقني ان انا مش عارفه الناس هيبقى عندها موتيفيشن كفايه انها تديكوا الهدوم في سبيل ان انا اخد فاوتشر
ممكن يبقى على براندز انا مش ريليفنت بالنسبه لي، بالظبط. فيرسز الاوبشن وعشان التاني كده- ان انا ادي الهدوم لحد يكون محتاج انا اعرفه. تمام. لو احنا دلوقتي عملنا بارتنر مثلا ريبيكيا مع طلبات، تمام، في المحافظات اللي احنا موجودين فيها، فبناء على البارتنر دوت العملاء بتوع طلبات بيقدروا يعملوا معايا اوردر، بيبدلوا الويست بتاعهم يعني، تمام، ومقابل الويست دوت بياخدوا الخصم في طلبات بما انهم جايين من طلبات. فهو ضفنا الفيتشر دي جديده، ودي صور منها عموما يعني. ده اوفر ده يا هدير ها؟ ماشي، طب نقعد بقى بالظبط. نخش في تفاصيله بعد الحلقه ان ده شاء اوفر الله. ده ها؟ احنا جايين محضرين الاوفر دوت ماشي، حلو بصراحه. قوي. وطلبات تستفيد ايه او منشأ؟ طلبات بتستفيد انها يعني مور لويالتي من العملاء بتوعها، ان هو يعني بيستفيدوا من الموضوع دوت، ان هم بياخدوا خصومات من طلبات في نفس الوقت، يعني في نفس الوقت ان هو بيفضلوا مع طلبات، يعني مش مضطرين يروحوا مع مكان تاني. دوت مش شرط اعمله مع طلبات بس، لا، انا مستهدف بيه كمان الاس ام ايز يعني في اللوكال بعتنا من اولها كده. لا مش مستهدف بيه طلبات بس، اكيد مستهدف طلبات. طب انا بشكل عندي أساسي. سؤال فني بقى، سؤال تكنيكال. انت بتجمع الحاجه دي، هل عندك بروسيس للتعقيم؟ هو احنا بالفعل كان عندنا خبرات سابقه في الموضوع دوت من التعامل في جمعيات خيريه يعني، بعض الجمعيات الخيريه كنا بنشتغل فيها، كنا مسؤولين عن الجزء دوت، عن جزء اصلا الفلتريشن والسورتنج بتاع الملابس يعني، فكنا بنتعامل فيه بشكل كبير السنين اللي فاتت يعني. فانتم الموضوع مش مطبقين جديد الكلام علينا. ده هنا؟ الموضوع مش جديد علينا بالظبط. يعني مطبقين حاجه فعلا فيها فلتريشن بالظبط، وفيها سانيتايزيشن او فيها بالظبط. تعقيم. يلا هاني، ان ولا اوت؟ بص، انا الفكره عجباني، وسبلاي تشين تشالنجنج السبلاي تشين ده سبيشالي في الحته بتاعت الريفرس دي حاجه انا شايفها مهمه قوي وبروميسنج جدا. انا معيش غير 200,000 هدوء. هسلفك. شلبي. طيب انا ان 300,000. اوكي هدير. خليها في الاخر بقى، هي اللي تخش، هي اللي هتلم الفلوس دي كلها في الاخر. سامع. عندي بس شويه تساؤلات يعني، او شكوك مش تساؤلات على مساله الكومبيتيشن. طب شكوك وراها ان ولا اوت على طول أوت. عشان بس الوقت. عندي شكوك واوت وراها معلش. اوت. اوكي. طب انا معجب جدا بالبراند نيم ريبيكيا، يعني حقيقي البراند نيم جميل. البيزنس موديل ما اقنعنيش، في جابس محتاجه تتقفل، فانا اوت. اوكي. عندك مشروع فيه 500,000 جنيه دعم وعاوزين يدخلوا معاكي في مبدئيا شكرا ان انتوا Business deal. جايين عايزين تشتغلوا مع طلبات، فميرسي جدا. انا للاسف اوت عشان انا شفت الفكره دي كذا مره قبل كده وما شفتش حد قدر ان هو يكبرها، وبرده مش عارفه من ناحيه البارتنر هيبقى ايه الاستفاده ليه ان هو يخش في بيزنس زي ده. فانا اسفه جدا بس انا اوت، وممكن نقعد مع بعض بعدها برده نشوف اكيد بالظبط. ممكن ازاي نغير في الفكره شويه يعني. بالظبط اكيد. انا اتخضيت لما شفت اللوجو بتاع طلبات، قلت كده في بريشر، انا محتاجه احط معاهم فلوس، بس في الاخر لازم الواحد يعمل الحاجه اللي هو شايفها صح. فمع احترامي طبعا ليهم ولكل الشغل اللي هم حاطينه، بس الفكره دي انا ما شفتلهاش ديماند قوي قبل كده. طيب تمام، احنا كمان كان عندنا اوفر لدكتور احمد شلبي. يا فندم عينيا، اؤمر. احنا يا دكتور بما ان حضرتك وشركه تطوير مصر مهتمين بالاستدامه والمدن المستدامه، فاحنا حابين مستقبلا نكون مسؤولين عن جزء السوليد ويست مانجمنت في المدن اللي حضرتك شغال عليها حاليا، ونحقق الفيجن معاك في الجزء ده، في جزء الويست مانجمنت، في جزء الملابس او السوليد ويست ان شاء الله في الفتره الجايه يعني. لا يا ريت يسعدنا طبعا، ويسعدني ان انا اعرفكم على بعد البرنامج طبعا على الفاسيلتي مانجمنت تيم بتاعنا، لان هم عندهم مانديت ان هم يشتغلوا على الموضوع ده. فاعتقد لو قدرتوا تقدموا لنا حاجه بالموضوع ده، ده هتبقى فايده كبيره لينا، وان شاء الله تكون فايده ليكم. يسعدنا يعني. اوكي، شكرا جدا. مبروك 500,000. اتفضل. كله هيجي بس تدريجي ان شاء الله، وحلو نبدا ب 500,000. كويس ان انا حطيت فلوس بقى، هيجي لنا مصلحه ألف بالموضوع. مبروك لفريق جامعة طنطا، 500,000 جنيه دعم من جينزي.